فتة البتنجان والحمص من أحلى أطباق سفرة رمضان، وبتتقدم باردة وسهلة جدا، والطعم مش هتكلم عليه كتير. أول حاجة هنبدأ بيها هي اللحمة، بصلاية متوسطة، وهضيف بس ربع كيلو من اللحمة، وهضيف التوابل ملح وفلفل وتوم بودرة وقرفة، ورشة القرفة دي مهمة جدا جدا. وهنقلب كله مع بعضه، وهضيف معلقة من الصلصة، وأكيد رشة السكر، وربع كوباية من المية عشان اللحمة تستوي فيها. وبعد ما تستوي هضيف الحمص المستوي أو المسلوق أو العلب، وده شكلها، وهسيبها على جنب. وهنحمر البتنجان أو ممكن نحطه في الاير فراير أو ندخله الفرن. والعيش الشامي هرش عليه زيت زيتون أو زيت عادي أو زبدة، وهدخله الفرن يتحمص أو ممكن نقليه طبعا. وهنا معايا الزبادي والطحينة والثوم ورشة الملح والفلفل أكيد، وعصير ليمونة كاملة، وكل المقادير بالظبط تحت الفيديو، ومعلقة زيت زيتون. وهقلب وهضيف مية لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، ده القوام بتاع الصوص بتاعنا. وهنرص طبق الفتة قبل التقديم على طول، العيش وعليه البتنجان وعليه شوية من الصوص. وما تنسوش تحطوا طبق صوص زيادة على السفرة، وبعد كده الحمص مع اللحمة. واخر حاجة هنعملها طبقة تانية اخيرة من الصوص. ولو عندنا اي نوع مكسرات هنحطها، انا استخدمت لوز محمص، وبعد كده رشة البقدونس. جربوها هتحبوها جدا.